أشهر دادة وأم في تاريخ السينما المصرية ثريا فخري، لبنانية يهودية مصرية، تزوجت 3 مرات، سابت وراها ثروة ضخمة للأوقاف، حياتها مليئة بالألغاز وتفاصيل كتير في حياتها مش مؤكدة حتى تاريخ وفاتها. يلا بينا نبتدي حكايتنا، بس الأول مش عايزاك تنسى الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان دايما يبقى في حلقة تواصل ما بيننا. أم ضحكة مميزة. اتولدت ثريا فخري 3 أغسطس سنة 1905، وأقاويل بتقول 1914، ودي كان أول غموض في حياتها. اتولدت لأسرة لبنانية متوسطة الحال، كانت بتحب التمثيل من صغرها وانضمت للفرق التمثيلية اللي في المدرسة، ثم التحقت بعد ذلك بالفرق المسرحية اللبنانية. مجيئها بقى لمصر هي وعيلتها دارت عليه حواديت كتير. كانت أول رواية أبوها كان تاجر قماش، لما ضاقت به الظروف المالية أخد عيلته وإجوا هنا على مصر ليعمل تجارة ويوسع رزقه. تاني حاجة ودي بقى اللي كانت مؤكدة بعد تاريخ وفاتها، إن هو كان داعم للعصابات الصهيونية اللي كانت أياميها بدأت تنشط في فلسطين عشان يأسسوا دولة إسرائيل. عاشت مع أسرتها في اسكندرية وانضمت لفرقة علي الكسار وكان عمرها 25 سنة. قدمت كثير من الأفلام والمسرحيات، 220 فيلم و120 مسرحية. تزوجت 3 مرات. أول زوج لها كان محمد توفيق، ده كان محاسب لكتير من الفنانين، جوازهم ما استمرش كتير واتطلقت منه. تاني واحد كان اسمه نبيل دسوقي، وده كان شاب، استمرت جوازهم 10 سنوات وتوفى بالمرض الوحش. تالت واحد كان الفنان فؤاد فهيم، استمر جوازهم 7 سنوات وتوفى. 150 فيلم ظهرت فيه وما كانش لها اسم محدد، هي دايما دادا حليمة أو دور الأم اللي كانوا بيقولوا لها يم فلان. من أهم أعمالها أغلى من حياتي، الشموع السوداء، يوم من عمري، ورد قلبي. الغريبة الست اللي بملامح الأم المصرية والطيبة اللي ظاهرة على وشها تكون جاسوسة إسرائيلية، عاشت وسط الفنانين والمصريين سنوات طويلة وما كانش حد عارف. هي أساسا من أصل اليهود المعروف عنهم الخبث واللؤم، واتأكدت دي بعد حادثة وفاتها. كان موجود كمية كبيرة من المتفجرات تحت الفيلا بتاعتها، أو بالمعنى الأصح القصر اللي كانت عايشة فيه. ده كان واحد من الأسباب اللي أثبتت إنها جاسوسة. حتى الفنانين كانت بتتجسس عليهم، زيارات المنزل، حفلاتهم، تعرف أصغر التفاصيل عن حياتهم، عن آرائهم في الوضع السياسي الاجتماعي اللي كانت أياميها البلد بتمر فيها. ومن وراء أخبار الفنانين جمعت فلوس كتير. جوزها الأولاني سابها اللي هو محمد توفيق لما عرف إنها بتتجسس عن الفنانين وبتجمع فلوس من وراهم. سبب موتها اللي أكد لنا إنها جاسوسة إسرائيلية، كانت عاينة كمية كبيرة من المتفجرات تحت الفيلا بتاعتها، انفجرت بيها، ومن شدة انفجارها ما قدروش يلاقوا جثتها ولا الخدم اللي كانوا عايشين معاها. بعد كده الأرض دي أخدتها الأوقاف لأن ما كانش عندها لا عيل ولا وريث يورثها، واتبنى عليها مسجد. توفت سنة 23 نوفمبر 1966.